هيحصل لك ايه لو بقيت بايسون يوم واحد؟ اول ما مامتك تولدك هتيجي قد الفشفوشه بوزن 30 كيلو، ده انت بغل. وبعد ساعه تحاول تقف على رجليك عشان ترضع من ماما يجي حوالي 10 لتر لبن، وتفضل ترضع وتنطح ابن الوسط. وبعد ما تتكيف من شرب اللبن تفضل تقضيها لعب وتنطيط. وبعد 9 شهور ماما تقرر تفطمك وتبدا تاكل حشيش ونجيله طول الوقت لغايه ما يبقى عندك 3 سنين وتكون بلغت وعاوز تتجوز، ولكن بتشيل الفكره من دماغك لانك بتبص حواليك بتلاقي باقي الذكور زي الدبابات وانت لسه ما اكتملتش النمو، فبتتخلى عن الفكره مؤقتا وتبدا تكتشف قدراتك العجيبه. انت بتشرب في اليوم 30 لتر ميه وبتاكل يجي 25 كيلو حشيش. شوف وبتلاقي كمان ان هيكل جسمك مكسب عضلات صافيه، واخطر جزء فيك هو دماغك. الخبطه الواحده منك بقوه 5 طن. ايه واخيرا كبرت وبقيت راجل قد الدنيا وعاوز تتجوز بعد 8 سنين صبر. وزنك بقى 900 كيلو جرام، فتدخل اخطر معركه في حياتك، تدخل روس وتفضلوا ترزعوا في دماغ بعض لغايه ما واحد فيكم يدخل في غيبوبه. وعشان انت رجوله هتكسب العركه، ولكن بتكتشف الاخطر من جمجمتك، كائن اسمه الانسان اللي وصل عددك من 30 مليون بايسون لنص مليون مهددين بالانقراض.